مرحبا جميعا. قررت أن أصنع هذا الفيديو للجمهور العربي تحديدا. سأتحدث عن الاتصالات التاريخية للإسلام في كرواتيا، وأيضا سأذكر بعض الحقائق المثيرة التي قد تجدونها مثيرة للاهتمام، المتعلقة بأشخاص من كرواتيا الذين ساهموا بطريقة ما في ثقافتنا وتاريخنا المختلفة. شاهدوا هذا الفيديو حتى النهاية. أولا، أنا كرواتي ومسيحي، وفي هذا الفيديو سأتحدث عن حقائق تاريخية فقط، ولن أتحدث عن الدين نفسه. لدي فيديو في قناتي التي أشرح فيه كيف تعلمت العربية. إذن الإسلام ليس غير معروفا في كرواتيا بالنسبة لنا. ظهر الإسلام لأول مرة في كرواتيا خلال فترة حكم الدولة العثمانية في القرن ال15. جلبت الدولة العثمانية الإسلام إلى المنطقة، وانتشر تأثيره في كرواتيا. خلال هذه الفترة تحول العديد من الكروات إلى الإسلام، وكان للدين تأثير كبير على ثقافة ومجتمع المنطقة. ومع ذلك بعد تراجع الدولة العثمانية أصبحت كرواتيا ذات أغلبية الكاثوليكية، وأصبحت الجالية المسلمة أقلية. على الرغم من ذلك استمرت الجالية المسلمة في كرواتيا في الحفاظ. الآن سأشارككم معلومات مثيرة للاهتمام. هناك نظرية تقول إن جوهر ابن عبد الله الذي أسس القاهرة كان من أصول كرواتي، وأنه ولد في منطقة كرواتية تدعى دالماسيا، وتم اختطافه من قبل قراصنة مسلمين ونقل إلى القيروان الآن في تونس، وكان عبدا. فيما بعد أصبح وزيرا. وشخص آخر من كرواتيا هو هيرمان من كارينثيا، ولد في القرن ال12 في إستريا كرواتيا، وكان معلما ومترجما معروف بترجمته للأعمال العلمية والفلسفية من اللغة العربية إلى اللاتينية. قضى عدة سنوات في دراسة وترجمة أعمال العلماء العرب مثل ابن سينا والفارابي. قام بترجمة كتاب القانون في الطب لابن سينا، وعن المبادئ الكائنات للفارابي. وكان لترجمة تأثير كبير على تطور الفكر الأوروبي في العصور الوسطى، وخاصة في مجالات العلوم والطب والفلسفة. إذن هذا كل شيء. أتمنى أن يكون الفيديو قد أعجبكم. أراكم في الفيديو القادم في المستقبل. مع السلامة.